أثار كريم بنزيما نجم ريال مدريد ضجة كبيرة بشأن إمكانية ظهوره في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 المقررة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين الأحد المقبل. وكانت تقارير صحفية عديدة قد تكهنت بأن بنزيما سيكون حاضرا في ملعب لوسييل بجوار زملائه في منتخب فرنسا، حيث لا يزال مقيدا في قائمة الديوك. لكن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك كان حادا مع وسائل الإعلام في هذا الموضوع بقوله: الاستفسار عن إمكانية حضور بنزيما سؤال سخيف لن أجيب عليه، أفضل الانتقال للسؤال التالي. ومن جانبه أشعل بنزيما الجدل برسالة غامضة عبر حسابه على الانستغرام قال فيها: أنا لست مهتما. وذكر صحيفة ماركا الإسبانية أن هذه الرسالة المفخخة تثير علامات الاستفهام عما إذا كان بنزيما يقصد حضوره لنهائي كأس العالم أم يشير لموضوع آخر، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. وكان بنزيما قد غادر معسكر منتخب فرنسا قبل يومين من مباراة الديوك الأولى في كأس العالم 2022 ضد أستراليا بسبب إصابة عضلية، لكنه تعافى منها مؤخرا بعد علاج دام 3 أسابيع، وشارك في مباراة ودية مع فريقه ريال مدريد أمس الخميس. هذا ووجه زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد صدمة قوية للاتحاد الفرنسي بشأن كأس العالم 2022. ووفقا لإذاعة مونت كارلو فإن الاتحاد الفرنسي وجه دعوة للعديد من اللاعبين السابقين في تاريخ الديوك لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين الأحد المقبل على ملعب ستاد لويس. كانت الدعوة موضوع تقدير كبير من قبل الأجانب السابقين في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الفرنسي تحسين علاقاته مع هؤلاء اللاعبين السابقين الذين ارتدوا قميص المنتخب الفرنسي. وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن البعض رفض الحضور، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان. ومن المعروف أن زيدان يعد أقوى منافس للجلوس على مقعد ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي حال رحل الأخير عن منصبه عقب كأس العالم. ولا يرتبط زيزو بأي ناد أو منتخب، وصرح من قبل بأنه يحلم بتدريب منتخب فرنسا يوما ما. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الترند رياضي، نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار نجوم كرة القدم أولا بأول.